النهاردة هنعمل أحلى وصفة من وصفات نواعم العيد. هنعمل بيتي فور الشوكولاتة والفانيليا، هيطلع معاكم بقى أحلى من المحلات بكتير. هنعمله بمقادير مظبوطة جدا وبيطلع ناعم ودايب وطعمه تحفة. حتى لو انت كمان أول مرة تعمليه هيطلع معاكي مظبوط من أول مرة. مكوناته بسيطة جدا وهنعمله ب4 مكونات بس. شايفين بقى قد ايه لما بكسرها كده ناعمة وبتدوب دوبان؟ تابعوا بقى الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفادوا. في البداية بس بعتذر جدا عن الصوت لأن عندي دور برد. متنسوش بقى لايك كتير للفيديو وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. المقادير سهلة وبسيطة جدا، هم 4 مكونات أساسية. النهاردة كمان هنعمل مقادير نص كيلو دقيق. هنحتاج بقى نص كيلو دقيق متعدد الأغراض أو دقيق كحك وبسكوت، و400 جرام من الزبدة تكون خارجة من التلاجة، يعني ما تكونش زبدة طرية أو زبدة متجمدة. كوباية سكر بوزن 140 جرام، و2 صفار بيض بحرارة الغرفة. هشتغل النهاردة في العجان، تقدروا بقى تشتغلوا بالمضرب الكهرباء أو المضرب السلك اليدوي. في حلة العجان هنحط الزبدة، والزبدة تكون خارجة من التلاجة، يعني القوام بتاعها يكون بالشكل ده، مش متجمدة ولا طرية. وهنزود عليها كوباية سكر بودرة بوزن 140 جرام. هنخفق الأول على سرعة هادية وبعدين بعلي السرعة لأعلى حاجة. ومن وقت للتاني بنوقف العجان وبننزل الجوانب بالسباتيولا عشان المكونات كلها تختلط مع بعض وكلها تبقى بقوام واحد. هنخلط بقى السكر والزبدة كويس جدا مع بعض لحد ما نوصل للقوام ده. الخليط بيتحول لقوام كريمي ولونه فاتح وهش بالشكل ده. دلوقتي هنضيف 2 صفار بيض بحرارة الغرفة. صفار البيض بيدي نعومة حلوة جدا للبيتي فور وبيطلع احلى من اللي معموله بالبيض الكامل. وهنضيف كمان ظرفين فانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وهنرجع بقى نخلط مرة تانية كويس جدا لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض كده والبيض يختفي تماما. شايفين بقى قوام الخليط عامل ازاي؟ هنقوله كده في طبق تاني عشان يبقى واضح معانا في التصوير. دلوقتي بقى هنضيف الدقيق. في الاول كده هضيف على الدقيق رشة ملح صغيرة جدا وهنقلبهم مع بعض كويس. وزي ما قلت كده انا بعمل النهاردة مقادير نص كيلو دقيق. هنضيف الدقيق بقى على مراحل. في الاول كده بضيف شوية دقيق وهبدأ اقلب بالشكل ده، نقلب كده من تحت لفوق من غير ما نعجن خالص. هنقلب بقى المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما الدقيق ده كله يختفي. اول ما الدقيق بيختفي كده هضيف كمان شوية دقيق وهبدأ اقلب بنفس الطريقة من تحت لفوق كده من غير ما نعجن خالص. هشيل بقى الاسباتيولا واكمل تقليب بايديا عشان اعرف اتحكم في العجينة كويس. شايفين الطريقة عاملة ازاي؟ بدون عجن نهائي، يدوب بس بنقلب كده عشان المكونات كلها تتجمع على بعض. هضيف بقى اخر شوية دقيق وهكمل تقليب. العجينة اخدت معايا بالظبط نص كيلو من الدقيق، يعني مش بنقلل كمية الدقيق ولا بنزودها عن كده. شايفين قوام العجينة عاملة ازاي؟ بتلزق جدا، بس في نفس الوقت لو حطينا ايدينا النظيفة على العجينة مش هنلاقي فيها اي تلزيق خالص. لما بنغسل ايدينا كده ونلمس العجينة مش بنلاقي في العجينة اي تلزيق. عايزة اوريكم بس شكل التب اللي انا بستخدمه. هسيب لكم كمان المقاس بتاع التب اللي انا استخدمته مكتوب في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنحط نص العجينة في كيس حلواني، وبعدين بنضغط على الكيس بالشكل ده عشان نفضي اي هوا زيادة فيه والعجينة متقطعش معانا وقت التشكيل. وهنبدأ بقى نشكل البيتي فور. الصواني اللي احنا هنشكل عليها مش بندهنها بأي مادة دهنية خالص. وبعد التشكيل بناخد الصواني بتاعتنا بندخلها التلاجة قبل التسوية لمدة 10 دقايق. الخطوة دي بتساعد ان البيتي فور يفضل محتفظ بالرسمة بتاعته وكمان ما يفرش معانا وقت التسوية. بالنسبة بقى للتسوية، البيتي فور بيدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. هنحطه في الرف الوسطاني والفرن هيكون شغال من تحت بس. هياخد معانا في الفرن من 12 ل 15 دقيقة بالظبط وهنلاقيه استوى. بالنسبة لجزء العجينة التاني هزود عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهزود كمان معلقة صغيرة من السمنة او معلقة صغيرة من الزبدة،
وهبدأ بقى اقلب الخليط كله مع بعضه لحد ما كله يبقى بقوام واحد بالشكل ده. وهنبدأ بقى نشكل الجزء اللي بالشوكولاتة، وزي ما اتفقنا الصواني اللي هنشكل عليها مش هندهنها بأي مادة دهنية خالص. وبعد التشكيل بندخل الصواني بتاعتنا التلاجة لمدة 10 دقايق قبل التسوية. زي ما قلنا قبل كده البيتي فور بيدخل فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180، هياخد في الفرن من 12 ل 15 دقيقة بالظبط وهنلاقيه استوى. مش بنولع عليه الشواية خالص، هو بياخد اللون الحلو ده لوحده. ده شكله كده بعد التسوية، شايفين شكله عامل ازاي؟ بيطلع معانا بقى ناعم ودايب وطعمه تحفة، والريحة كمان وقت الخبز كده بتطلع تقلب البيت كله. ده البيتي فور اللي بالشوكولاتة وده اللي بالفانيليا، شايفين شكلهم حلو قد ايه؟ محتفظ بالرسمة بتاعته. طبعا حجمه بيزيد حاجة بسيطة وده الطبيعي. ما شاء الله كمان نص كيلو دقيق بيعمل كمية كبيرة جدا من البيتي فور. شايفين لما بكسرها كده قد ايه ناعمة وبتدوب ذوبان. اخر خطوة بقى وهي خطوة التزيين. التزيين بيبقى حسب ذوقكم وزي ما تحبوا طبعا. انا عن نفسي بحب الزق الاول كل اتنين مع بعض كده، وبلزقهم بالشوكولاتة مش بالمربى. المربى حلوة وكل حاجة وطعمها جميل جدا، بتكملش معانا يومين وبنلاقي القوام بتاع البيتي فور اتغير وطري معانا شوية. دلوقتي بقى بنسيح حوالي 150 او 200 جرام من الشوكولاتة على حمام بخار او في الميكرويف. واحنا بنسيح الشوكولاتة بنزود عليها معلقة كبيرة من الزيت. دلوقتي بقى هنبدأ نزين البيتي فور. طبعا التزيين حسب ذوقكم انتوا. بنحط كده نص البيتي فور في الشوكولاتة وبنطلعه بقى يا اما على المكسرات يا اما على الفرماسي يا اما على جوز الهند. كل دي طرق للتزيين وكلهم احلى من بعض. المقادير بتاع البيتي فور النهارده مظبوطه جدا. بيتي فور ناعم وهش وبيدوب ذوبان وطعمه بجد في منتهى الجمال. هتجربوه بنفس الطريقه كده وبنفس المكونات، وانا متاكده ان هو هيعجبكم جدا جدا. هسيب لكم كمان كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.